فيديو النهارده هقول لك على اهم المهارات اللي انت لو اتعلمتها هتوصل للاستقلال المالي باذن الله، والمهارات دي مطلوبه في 2025 و2026 لحد 2030، وبعد 2030 ده انا بتكلم في حدود 5 سنين بس. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير حبايبي واخواتي، كل سنه وانتم طيبين. قبل اي كلام لايك سبسكرايب تعليق وزيك، ويلا بينا نخش على فيديو النهارده. بص بقى، ملحوظه مهمه جدا وهي اي مهاره انا هتكلم عليها في فيديو النهارده، كل المهارات ديت انا شارحها في فيديوهات ملخص لك فيها المهاره بكل ما تحتاجه من المهاره والمواقع كمان. فانت لو عايز تتقن المهاره هتدخل على قناتي تدور على الفيديوهات بعد الفيديو ده. يلا بينا نيجي بقى على اول مهاره بتدخل لك ربح كبير جدا وهي المونتاج. المونتاج اهم مهاره ممكن تتعلمها في حياتك. ممكن تكسب على الدقيقه الواحده من اول $5، يعني 250 جنيه. يعني انت لو عملت لك في اليوم 5 دقايق فانت يا صاحبي هتعمل 1250. انت عارف يعني ايه؟ يعني مبلغ 1250 في اليوم الواحد. ايوه تقدر. طب يا علاء المحترفين عملوا كده او في ناس عملوا كده؟ انا في واحد معايا في المطابقه اونلاين قلت له على طريقه تعلم المونتاج، وخلال شهر واحد عمل 18000 جنيه وجاب السيت اب اللي هو كان بيحلم بيه. انت عارفين يعني ايه؟ دخل معايا المطابقه اونلاين، كانت مجاني تماما، ادخل احجز، دخل معايا، ومن خلال دخوله وفهمته المعلومات وفهمته الدنيا بدأ يعمل فلوس من المونتاج، وعمل 18000 جنيه في شهر واحد. وهتستغرب بقى لو قلت لك ان سنه 16 سنه، يعني مش بقول لك عنده 20 سنه ولا 30 سنه ولا هو مونتير محترف، لا خالص، بقول لك عمل 18000 جنيه من خلال شهر واحد. طب يا علاء انت نصاب، انت نصاب يا علاء، هتنزل دلوقتي تشتني في الكومنتات. بص يا صاحبي، عمرك ما تحقق 18000 جنيه الا لما تعمل بورتفوليو كويس. هو عامل بورتفوليو كويس، ولما عمل البورتفوليو كويس الناس والعملاء جات له تلقائيا. فلما تعمل بورتفوليو كويس ولو ما جالكش ناس تعالى اشتكي لي وانا اقول لك الحل، وقول عليا نصاب بعدها، لكن حاول تدور. نيجي بقى المهاره الثانيه وهي التصميم. تصميم اللوجوهات دي اهم حاجه ممكن تشتغل في مجال التصميم. التصميم شامل مجالات كتير، لكن انا بتكلم في تصميم اللوجوهات. علاء صممت اللوجو بتاع الشركه بتاعتي من خلال مصمم على موقع خمسات، ودفعت له قسما بالله 250 جنيه. تدخل الاي اي يساعدك انك تعمل تصميم للوجوهات، زي انا ما عملت اللوجو بتاع قناتي ديت من خلال جي بي تي، لكن برضه محتاج تعدل عليه، يعني هتاخده من شات جي بي تي تديه للعميل، العميل هيشك. بقى المهاره الثالثه والاخيره وهي كتابه المحتوى، الكوبي رايتنج. بص يا صاحبي، احسن مهاره لكن اصعب مهاره وهي الكوبي رايتنج. بص يا صاحبي، انت ممكن تخلي الاي اي يساعدك في حته الكوبي رايتنج برضه، لكن محتاج تعدل عليه. ما ينفعش تاخد منه المقال وتديه للشخص. وناس كتير كلمتني في حته كتابه المحتوى ديت، ناس كتير جدا. واحد عندها 35 سنه من القاهره، وواحد عنده 21 سنه، وواحد عنده 16 سنه، كلهم كلموني عشان كتابه المحتوى، وفهمتهم الدنيا. وهم لو اتفرجوا على الفيديو ده ان شاء الله هيبدوا رايهم في البتاع اونلاين. الفيديو النهارده خلص، وما تنساش تحجز معاه في اونلاين، هتكون على رقم الوصف بالنقاش ده، وهم مجاني تماما لحد يوم 23/11. وبرضه ما تنساش تطور من نفسك على تطور من ذاتك وتستكشفها. ما تنساش تدخل تاخد لفه في القناه، هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. سلام.